السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي في كل مكان. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي انا هعمل معاكم الصابون البلدي بقوة الليمون. طبعا انا عاملاه في القناة قبل كده كذا مرة، بس انا ما بعملوش الا ما بيخلص من عندي، لان بصراحة انا ما بستغناش عنه خالص. دوت كده نص كيلو بطاطس اهو، مدوباه في ميه سخنه، يعني مدوباه في ليمون، في ميه ليمون، يعني مغليه الميه على النار وحاطه في ميه الليمون. بس انا مستنياها ما تبرد كده عشان ايه؟ ما يبوظلناش كده الصابون. ماشي. الاول دي كوبايه ايه؟ دي كوبايه مسحوق بودره، وانا ببشر عليها صابون، عشان الصابون دوت انا ببقى عاملاه في القناه، بيبقى فيه محتويات كل حاجه حلوه، فانا ايه؟ بلخبطه على المسحوق. انا هاخد منه كوبايه، كوبايه الا ربع كده. ماشي كده. هجيب بقى ايه؟ هحط عليه نص كوبايه ميه، شويه ميه صغيرين لحد ما يدوب كده خالص. اهو يا حبايبي، هفضل كده ادوب فيه، يعني مش كتير اهو. طبعا انا من زمان ما نزلتش معاكم فيديوهات، وانتوا وحشتوني جدا جدا. كان عندي ظروف كده، الحمد لله بمر بيها وعدت على خير والحمد لله. وهنبدا مع بعض ايه؟ يعني نشتغل تاني مع بعض. اهو يا حبايبي، طبعا احنا لما ندوب بقى كله ايه؟ هيدوب في بعض. دي كده 2.5 لتر زيت مستعمل. كده ديت نص الازازه، يعني يعتبر زي لتر وربع او لتر ونص، هو هيبقى لتر ونص. ماشي كده. هجيب حاجه واصفيه. اهو يا حبايبي، كده يا حبايبي دول لتر ونص. هصفيه من اي شوائب، من اي حاجه اهو. اهو يا حبايب قلبي، يبقى كده ده معايا لتر ونص زيت مستعمل، بتاع بطاطس، بتاع بتنجان، بتاع سمك. بحوشه كله، بحطه عندي، وبعد كده بصفيه، بحطه هو كده بيرقل. بصفيه بالازازه، وبعد كده ايه؟ لما بنرمي نرميه. ده كنز عندنا هنستعمله فعلا. الصابون دوت بيبقى جميل جدا 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 في تلميع الالومنيا. وكمان انا بحطه، ببشر منه كده كام صابونه، بحطها على الاريال الاوتوماتيك، فبيخلي الغسيل الابيض جميل جميل. اهو يا حبايبي. طبعا يا حبايب قلبي، لو عندكم جليسرين حطوا، ما عندكوش جليسرين يبقى احنا هنحط ايه؟ زي معلقتين سكر. كتري في السكر، السكر مش هيعمل فيه حاجه. انا كده حطيت له 4 معالق. كمان في الملح هنحط معلقتين ملح بس. اهو يا حبايبي،
بحط كده فيه يا حبايبي بقى البطاطس كده بالتدريج اهو. بسم الله بسم الله اهو يا حبايبي. بس كده يا حبايب قلبي بقى كده. الصابون لازم 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 تقلبيه كويس جدا 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 جدا، عشان اما يبدأ يعمل عملية التصبن بالتقليب المستمر. هتفضلي يا حبيبتي تقلبيه كده، تقلبيه كتير 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 كتير، بس مش لازم تقلبيه مرة واحدة يعني. انت ممكن روحي تعملي حاجة في بيتك وترجعي، ممكن تعملي حاجة في الشقة، ممكن لو بتروقي حاجة وترجعي، يعني خليها على الرخامة كده، وطول ما انت واقفة تروحي رايحة جاية تروحي تقلبي فيه. مش لازم يعني كده، عشان ايه برضو ايدك ما توجعكيش. يا حبيبتي يا حبيبتي. بصي يا حبيبي بصي يا حبيبي كده، تفضلي تقلبي لحد ما حتى القشيرات اللي هي بتاعت الصابون البلدي اللي هي من الاول اللي احنا حطيناها دي تروح من عندك خالص. هو بس ايه عذابه شويه في تقليبه، بس هو في الاخر بيطلع صابون ممتاز جدا جدا جدا، في منتهى النظافه وفي منتهى الجمال. انا بحبه جدا، بحطه في الغساله وبعمل بيه المواعين، بيخلي لي الالومنيا ديت زي الفضه اهو يا حبايبي. حتى هو يعني بدأ يتخن اهو، بدأ يدخل في عملية التصبن اهو، ملحقش بس لا بدأ ايه اهو. بصي يا حبايبي تخن، بدأ يدخل في عملية التصبن اهو. بصي يا حبيبتي بقى، لو عندك شوية زهرة بيضة حطي شوية، لو عندك كولوريكس حطي شوية، كولوريكس الوان حطي برضو شوية، كل دوت بيخلي الصابون جميل وفي منتهى الجمال. بصوا يا حبايبي هو من دقايق بدأ يخش في عملية التصبن. بصوا تخن ازاي بدأ يعمل زي الجل كده. حبايبي هفضل اقلب كده لمدة مثلا ربع ساعة ولا حاجة، وهرجع لكم تاني عشان الفيديو بس ما يطولش عليكم. وبصوا يا حبايب قلبي بعد ما قلبته كويس جدا جدا، معلش انا المقطع دوت التليفون فصل فجأة من غير ما احس، فانا بعد ما دخل في عملية التصبن وبقى جميل اهوت، انا جبت صينية من عندي مش بستعملها في اكل ولا في اي حاجة، وحطيت فيها كيس مشمع، كيس نايلون يعني، وايه صبته فيها، والباقي عندي برضو عندي علب زبادي كده حطيته فيها، ولسه برضو في شوية في الطبق اهمت، لسه هشوف علبة وهفضيهم فيها بس والله انا يعني المقطع بتاع التقليب دوت وبتاع افضيه في الصينيه وكده، التليفون فصل والله من غير ما احس، فانا هفضيه هرجع لكم تاني. ورجعت لكم يا حبايبي بعد الصابون ما نشف يا حبايبي. شوفوا الجمال، شوفوا الحلاوه بتاعته، شوفوا كده. هطلع انا الصينيه دي كده بصوا كده حبايب قلبي الجمال بتاعه هقطعه معاكم. ويا دوبك انا بس امبارح عاملاه الساعه 12 بالليل، رحت الشغل ورجعت يا حبايبي. صلاة النبي احسن، بسم الله ما شاء الله، حبة صابون ولا كده.
لسه بقى يا حبايبي كده عايز له 3 4 ايام ايه ينشف، بس هو كده جميل في منتهى الجمال اه. اهو يا حبايبي بصوا كده. شوفوا يا حبايبي كمية كبيرة ازاي، بصوا كده اهو جميل. اهو يا حبايبي بصوا، شوفوا كمية كبيرة ازاي، كمية قد ايه. هنيجي بقى، انا كنت ايه فايض عندي كده فانا عبيته في علبة حلاوة اهو، بصوا كده اهو يا حبايب قلبي. كمان دي كده برضو بقى برضو عندي طبق كده اهو اهو اهو. لو جاني رز بلبن من بره او اي حاجه ايس كريم حاجه بشيل الاطباق، بتنفع لحاجه زي كده اهو يا حبايبي بصوا كده. بصوا كده بصوا يا حبايبي، السكينه ماشيه فيه كما لو كانت كيكه بتقطع كيكه. بصوا كده كمان في علبه اهي هقصها كده بالمقص اهي يا حبايبي. بصوا كده شوف شكله ايه، جميل جدا جدا جدا. هنشيل بقى الاطباق طبعا بتاعتنا كده اهي. هو كده لسه ما نشفش، بس انا هجرب برضو الرغوه معاكم. اجيب سبونشه كده بالله اهو اهي يا حبايبي. الليفه اهي سبونشه كده، وهاخد حته صابونه من اللي انا لسه عاملاها اهو اهو. وهوريك الرغوه بقى. بصوا شوفوا الرغوه يا حبايبي، هو كله معمول امبارح الساعه 12 بالليل. انا يا دوبك رجعت من الشغل دلوقتي، حطيت حاجاتي وقلت اما اشوفه كده فتلاقيته في منتهى الجمال. شوفوا الرغوه بتاعته بصوا كده. ممكن برضه ارشه لكم كده على ايه اي صينيه كده من عندي اهي. يا حبيبي
حاجه كده عشان ايه الرخامه ما تبص. بصوا كده يا حبايبي، دلوقتي هوريكم الجمال بتاعه. شوف ايه رايكم؟ شوفوا كده تلمع. هنمسح بقى. بصراحه انا من غير الصابون البلدي دوت ما اعرفش اعيش، لان انا بدخله في كل حاجه، بدخله في الغسيل، بعمل بيه الخلاطات بتاعه الحوض، بغسل بيه الحوض الاستانلس، بغسل بيه الالومنيا. اوريكم شفتوا كده من لفه بسيطه، شوفوا عملها شكلها ايه. فبصراحه السائل المواعين لوحده انا ما بقتنعش فيه وما بينضفش عندي. انا دوت هي حياتي وهو حياتي دوت، بعمل بيه كل حاجه كل حاجه كل حاجه. اهو يا حبايبي بصوا كده، وادي الرغوه بتاعته كمان لسه من امبارح بس. شوفوا الرغوه بتاعته والتصبن بتاعه في منتهى الجمال. ويلا يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو بتاعه ما تنسونيش بلايك واشتراك ودعوه حلوه منكم كده، وعلقوا لي بكومنت واتنين، وحطوا لي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا.